يلا بينا بقى مع بعض نعمل مربى الفراولة. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ ازيكم؟ رمضان كريم يا رب، واللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا رب، امين يا رب العالمين. وكل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة 15 شعبان وانا عملت النهاردة ليهم مربى. بس ما فطرتهمش بيها يعني. انا قلت يحلوا بيها بعد ما ياكلوا. عملت النهاردة مربى الفراولة. تحفة. بصوا لونها الجميل ده، تحفة 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 بصراحة. بصوا اللون الجميل ده، عايزة اقول لكم كهرمان كهرمان. بصوا الجمال والريحة والطعم، خرافة خرافة خرافة. بس امشي على المقادير بالظبط هتلاقي زي دي بالظبط. انا عملتها النهارده، قلت هتنفع في السحور بتاع رمضان ان شاء الله على خير. طبق كده جنب الجبن والفول والكلام ده، يبقى حاجة جميلة قوي ان شاء الله. يلا بقى بينا نشوف عملنا الوصفة الجميلة دي ازاي. طبعا لازم ادوق طبعا قدامكم، بس ايه. اهو بصوا الجمال، بصوا بصوا الحلاوة دي، شايفين تحفة بصراحة. جميلة. يا سلام بقى برغيف فينو كده ولا رغيف عيش بلدي، حاجة روعة والله، طعمها جميل جدا جدا جدا. يلا بينا نشوف الوصفة ازاي عشان ما كترش عليكم الفيديو، وهتعجبكم اول وصفة ديت والطريقة دي. وبصوا اللون التحفة ده، لونها جميل جدا. لا حطيت اصلا لون ولا اي حاجة، وهتشوفوا في الفيديو حاجة يعني حاجة جميلة جدا وسهلة وبسيطة خالص خالص. الشطار يلا قومي اعملي لهم كده مربى، والله هتعجبكم قوي قوي وتنفع في السحور يعني ان شاء الله على خير. يلا بينا بقى على المطبخ نشوف عملنا الحلويات والجمال ده ازاي. وادي المقادير معانا اهي بتاعت الفراوله، مربى الفراوله. دوت كيلو وربع فراوله. هنا ده برضو كيلو وربع سكر. تمام كده، كيلو وربع وكيلو وربع. قال لي عايزه تقللي نص، اي ما فيش اي مشكله. في بقى بيتحط السكر على الفراوله من بالليل، ممكن نحطه من بالليل ونسيبها لغايه ما تنزل ميتها. انا بقى عشان مستعجله بصراحه وعايزه اعملها واخلص، فانا هعملها دلوقتي حالا قدامكم. ماشي، يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه. هنا بقى حطيت الفراوله على النار اهي في حله، هحط عليها السكر برضو. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما قلنا برضو ايه السكر كله، وعشان انا مستعجله فانا هحط حبه ميه صغيره. تمام كده، يعني حبه زي كده اهو، زي نص كوبايه كده، بس كده عشان بس ما تتلدعش من تحت. هقلبها بقى كده على النار، وكل شويه هتبقى ايدي فيها في التقليب. هي دي المربى، يعني مش عايزه اي افتكاسات بصراحه ولا اي حاجه، وسهله جدا جدا وهتنفع في السحور. طبق كده مربى في السحور مع الفول والجبنه اللي هنحطها او الزبادي او ويبقى طبق جميل كده وطعمها جميل جدا زي ما انتم عارفين طبعا. بس هسيبها بقى كده تاخد غلوه، ولما تخلص اقول لكم بقى نشوف شكلها بقى عامل ازاي. هنا اهو خلاص. لا مش خلاص يعني لسه. سايباها تفور، سايباها تغلي مع نفسها. بصوا بقى الريم ده، انا بس ايه حبيت اوريكم المنظر ده. الريم ده انا مش هشيله دلوقتي خالص، محدش يشيله دلوقتي خالص. اولا كل ما هشيله هبقى بقلل من فايدة الفراولة في قلب على النار. تمام، فانا هسيبه خالص كده، بس ايدي تبقى فيه اول باول كده، واقعد اقلب فيه اول باول كده لغايه ما اجي الاقيها استوت خالص، واحس انها استوت واتعقدت وكل حاجه ودخلت في السوا. وهوريكم هتعرفوا السوا ازاي، يعني هوريكم طريقه تعرفوا بيها انها استوت ازاي. بعد ما احس ان هي خلاص كده، هقوم شايله بقى الريم. تمام كده. هشيل الريم في اخر خطوه، وهوريكم برضو لسه في تكايه تانية وفي حاجه تانية برضو لسه هنعملها، فلما نوصل لها هقول لكم برضو. يلا بينا. هنا بقى بصوا، هاخدها كده ضربه، معلش الزرار اللي دوست عليه غلط. هاخدها ضربه كده، تكسيره كده للفراوله، عشان ايه ما تبقاش كلها يعني فراوله كده كتل. لا انا هكسر فيها شويه عشان برضو لما تندمج مع الخليط اللي هي ما تبقاش ميه خالص. فانا ايه هكسرها كده بسيط قوي، هسيب برضو فيها حتت فراوله فيها. تمام، بس هوريكم بعد ما اخلص عشان صوت الهاند بلندر. ماشي. بصوا هنا كده انا ضربتها ولسه فيها كتل اهي، فيها كتل فراوله اهي برضو، يعني ما اتعملتش قوي يعني.
تمام. يعني ما خليتهاش ميه كلها، لا لسه فيها اهي برضو فيها حتت فراوله. تمام كده. بس هسيبها برضو تاخد وقتها عشان هي لسه برضو ايه ما استوتش، فانا هسيبها تاخد وقتها وهقول لكم بعد كده هنعمل ايه. هنا بقى عايزين نشوف السوا بتاعها ازاي، استوت ازاي. هقلب كده اهو. تمام كده. هاخد حبه كده، طبعا كله عارف يعني الموضوع ده مش حاجه صعبه يعني. هستنى كده شويه بس ثواني تبرد. بص هنا كده بردت اهيت. هروح بقى عامله الخط اللي يعني كده في النص كده. بصوا في فرق ازاي ما بينهم، ما بيضمش على بعض. تمام. انا لما الاقيها كده خلاص ما اتضمتش الاتنين مع بعض، يبقى كده هي النتيجه جميله جدا واستوت وزي الفل. تمام. هسكت بقى على كده؟ لا مش هسكت، لسه في خطوه تانية. هنحط الليمون. انا عصره بصوا ليمونه هحطها. بسم الله الرحمن الرحيم اهي. وهقلب بقى واسيبها تغلي على النار 5 دقايق. مش هطفي عليها على طول، هسيبها تغلي على النار 5 دقايق. الليمونه دي لازم تتحط بعد السوا، يعني يكون احسن بعد السوا، محدش يحطها قبل ما تستوي. تمام. هسيبها بقى لما تهدى كده مع نفسها، تغلي غلوتين كده مع نفسها 5 دقايق على النار، وبعد كده هطفي عليها واسيبها تبرد ونشوف بقى هنعمل ايه تاني في الاخر. اهي كده خلاص انا سبتها على النار 5 دقايق واكتر كمان اهي تغلي كده وشكرا. وهطفي عليها بقى واسيبها تبرد مع نفسها، وبعد كده اكون محضره البرطمانات وعامله لهم طبعا تعقيم وهفضي فيها المربى. تمام كده. يا رب يكون عجبكم بقى الفيديو ويكون خفيف على قلبكم، وما تنسونيش في اللايك. اللي وصل لحد هنا ما ينسونيش في اللايك، واقول لكم ايه، باي 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 باي.